السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. هذا محدثكم حسن الحموري من قناة أثير تركيا بالعربي. نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك حتى يصلكم كل ما هو جديد وكل ما هو عاجل. بيان عاجل من ولاية قيصري حول الأحداث الحالية في مدينة دانماش غازي بمحافظة قيصري. تم اعتقال شخص سوري من قبل قوات الأمن بسبب تحرشه بطفلة سورية صغيرة. نحن نتابع الموضوع بعناية ونناشد مواطنينا بالتصرف بضبط النفس وعدم الانخراط في أي أعمال باستثناء التصريحات الرسمية التي تصدرها السلطات المعنية. نقدم هذا الإعلان باحترام الرأي العام. عاجل إخوان الأعزاء، اضطرابات في قيصري بسبب شائعة اعتداء على طفلة. تشهد مدينة قيصري التركية حالة من التوتر والاضطرابات بعد انتشار شائعة حول اعتداء شخص سوري على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات. وتسبب هذا الادعاء في محاولة مجموعة من الأشخاص بتكسير محلات سوريين وسيارات يملكها سوريين في المدينة. الإشاعة كانت في البداية إخوان الأعزاء الأكارم أنه اعتداء على طفلة عمرها 6 سنوات تركية، وتبين أنها بنت عمه، وحسب أقوال يعني الناس أنه هو لم يتحرش بها، هو راح يطول فلوس من حصالة في محل بيشتغل فيه، فدخل بعديها على الحمام، لحقته البنت على منطقة الحمام. حسب ذكر أشخاص طبعا قاموا بإغلاق الحمام عليه واستدعاء الشرطة. استجابة للوضع انتشرت فرق الشرطة وقوات مكافحة الشغب في شوارع قيصري لاحتواء التوتر وضمان الأمن. وتعمل السلطات الأمنية حاليا على التحقيق من صحة الادعاء وتهدئة بين الأطراف المعنية. تحديثات مستمرة إخواني بخصوص هذا الخبر. نأمل منكم الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل عاجل. كان معكم محادثكم حسن الحموري من قناة أثير تركيا بالعربي.